عمرك فكرت انه تقتل نحلة وتصحى تلاقي حالك مسجون بين 4 حيطان؟ اهلا وسهلا بك في المانيا. مرحبا، انا محمد عقيل، بجيب لك الوش الثاني من المعلومة، بفتش بدور وببحبش وبالاخر بعطيك اللي والله. بالمانيا يا عزيزي النحل مو بس كائن لطيف، النحل هو كائن محمي من القانون. القانون بيقول لا تقتل ولا تصيب ولا تدمر العش، خصوصا اذا النحل كان بري. طيب ليش؟ لانه عزيزي ببساطة كثير من انواعه مدرجة كانواع محمية، يعني طلقة مبيد يساوي مخالفة، ببعض الأحيان ممكن تؤدي إلى السجن طبعا، وببعض الولايات ممكن يعطوك غرامة ممكن توصل من 50 ل 65 ألف يورو، وإذا صارت القصة بشكل تجاري أو متكرر بتفوت بقضية جنائية وعقوبة ممكن توصل ل5 سنوات من السجن. طيب ونحل العسل؟ غالبا نحل العسل مدجل، مو ضمن المحمي مثل البري، بس قتله بدون سبب معقول عليه كمان مخالفة. الاستثناء الوحيد يكون في خطر معقول أو خطر فوري مثل حساسية خطيرة أو أطفال أو شيء بيهدد السلامة، وهون بنوصل إنه الحل فقط بيكون قانوني بتنسيق مع البلدية أو مع مختص، وبيصير هذا الشيء بنقل العيش مو بإبادة. القانون واضح، النحل مهم جدا وممنوع أذيته. وهيك بنكون خلصنا. عمل تاج لحدا بألمانيا دايما بيقتل النحل بفصل الصيف وقل له انتبه رح يجيك مخالفة كبيرة. وبالنهاية إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوني من اللايك والتعليق والمشاركة. سلام صديقي.